العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. إقليم الكاشبركة يحتفل باليوم العالمي للمرأة. تكريم الطلاب المتفوقين بجائزة عين دوماسو في الإقليم الجنوبي. سكان منطقة تناف يقومون بصيانة طريق ترابي. مقتل 27 جنديا في هجوم على موقع عسكري وسط مالي. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد في 9 تجربة صاروخية. جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني. مرحبا بكم. احتفل إقليم الكاشبركة في 5 من مارس الجاري في مدينة بارونتو حاضرة الإقليم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار الثبات على المبدأ لضرورة مرحلية. وقالت مسؤولة المرأة في الإقليم السيدة إحداقا يوهانس إن نضال المرأة الإريترية للتحرر الكامل إضافة إلى نضال الشعب الإريتري واستقلال البلاد وحقوق الإنسان يعتبر نموذجا لتحقيق إنجاز كبير بهدف تأمين المساواة واستقلال البلاد. وأوضحت السيدة إحداقا بأن شعار هذا العام القائل الثبات على المبدأ للضرورة مرحلية يذكر بالمرحلة الراهنة وتحمل المسؤولية، مؤكدة مواصلة جهود المرأة الإريترية اليوم أيضا حتى بلوغ المساعي الحثيثة المبذولة بهدف التحرر الكامل بتجاوز التحدي المرحلي. وأشار سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الكاشبركة السفير محمود علي جابر تعزيز مشاركة وكفاءة المرأة في كافة المجالات، موضحا بأن التغيير الملموس الواقع خير شاهد على النضال المعزز بالوعي والثقافة الوطنية. وألقى في المناسبة ممثلا مكتبي الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا والكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في الإقليم كلمتي التضامن. تبرعت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط والعاملات في مختلف المؤسسات والوزارات ب235 كيس دم في الفترة من الأول وحتى 5 من مارس بمناسبة 8 من مارس يوم المرأة. وأوضحت مسؤولة الشؤون السياسية في فرع الاتحاد بالإقليم الأوسط السيدة سولومي جبرسلاسي أن البرنامج هدف تنمية محتوى بنك الدم لإنقاذ الحياة. وأشاد مسؤول التعبئة في جمعية المتبرعين الطوعيين للدم السيد محرة أب أرأيا ببرنامج التبرع بالدم الذي قامت به المرأة. من ناحية ثانية نظم في مصوع سيمينار وأنشطة نظافة ورعاية الأشجار ومسابقة معلومات عامة بمناسبة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة جمعة راكي في السيمينار الذي عقدته أن تطور نضال المرأة من أجل المساواة ومفهوم المساواة والقوانين التي تكفل حق المرأة وتنفيذها والأنشطة العامة لفرع الاتحاد في الإقليم وتحدياته ومبادرات جعل المرأة منافسة. ودعا الاجتماع لتنظيم مستمر بشأن قضايا المرأة وإعداد المنشورات لرفع وعيهن وتقوية جهود مصاعب العمل. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي جائزة عين دوماسو ل 388 طالبا حققوا نتائج عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة. وحقق الطلاب على نتيجة أكثر من 80% في امتحانات الشهادة المتوسطة وهم من 11 مدرسة متوسطة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي جبرو إن رفع قدرات الشباب علميا ومهنيا من أهداف الاتحاد الرئيسية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم العام في الإقليم الجنوبي الأستاذ تولدي أبراهام أن الطلاب حققوا النتائج العالية أكثر من رفاقهم لجهدهم ومتابعة أولياء أمورهم، داعيا تعزيز مساهمة الأسرة والمجتمع لضمان تعليم جيد وطلاب أكفاء. وقدمت جائزة عين دوماسو التي بدأ تقديمها عام 2014 ل 1771 طالب في السنوات السبع الماضية.
يقوم سكان منطقة تناف في مديرية جلنفحي الأقليم الأوسط بصيانة طريق ترابي بطول 7 كيلومترات بدعم الآليات يساهم في تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد مراسل إيرينا بتعبيد الطريق الترابي المتفرع من طريق أسمر مندفر الرئيسي بتربة مختارة. وأشار منسق العمل إلى أن المواطنين تبرعوا بأكثر من نصف مليون نقفة إضافة إلى مساهماتهم العضلية، وتشارك في العمل أيضا أكثر من 10 آليات ثقيلة. وذكر مدير الضاحية السيد تخلوف السهاتيون توسعة الطريق بأكثر من 4 إلى 5 أضعاف مما كان عليه سابقا، وقد اختتمت أكثر من 80% من أعمال الصيانة. وعبر المشاركون عن ارتياحهم لاتخاذ المبادرة البناءة، مؤكدين جاهزيتهم لإكمال الأعمال المتبقية مثل بناء قنوات تحويل السيول وغيرها من الأعمال الأخرى. هذا وتبعد منطقة أناف مسافة 19 كيلومتر من الجهة الجنوبية للعاصمة أسمرة. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. قتل 27 جنديا وأصيب 33 آخرون في هجوم شنه مسلحون ضد معسكر موندورو وسط مالي. وأعلن الجيش المالي في بيان مقتل 27 من عناصره وإصابة 33 آخرين، بينهم 21 في حالة خطيرة، بعدما هاجم مسلحون معسكر موندورو في وسط البلاد، مؤكدا أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 47 مسلحا. ولفت البيان النظر إلى أن قواته تمكنت خلال تمشيطها لمعاقل المسلحين من تصفية 23 عنصرا، مضيفا أن 7 من الجنود النظاميين ما يزالون في عداد المفقودين. كما أشار إلى أن معسكر موندورو القريب من الحدود مع بوركينا فاسو كان قد تعرض في السابق لعدة هجمات مسلحة، مفيدا أن هجوم اليوم الأكثر دمويا منذ أشهر. وأعلنت الرئاسة في مالي الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم. أطلقت كوريا الشمالية على الأقل مقذوفا واحدا غير محدد وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، ما قد يشكل 9 تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ بداية العام. وأفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت أنها أجرت تجربة بالغة الأهمية لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع. ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة في يناير قبل أن تعلق تجاربها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. ويشكل تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري مع أسلحة فرد صوتية اختبرت قبل فترة قصيرة أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي في مجال الدفاع. انطلقت المحادثات بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مع طهران وسط أجواء من التفاؤل الحذر بإمكان التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي. ووفق وكالة الأنباء الرسمية، التقى جروسي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وأشار المصدر إلى أنه سيلتقي في وقت لاحق وزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان. ويذكر أن جروسي وصل إلى إيران في زيارة تأتي بموازرة الجهود التي تبذل في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والتي بلغت مراحل حاسمة. وأبرم الاتفاق بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهدفت من خلاله الدول الغربية إلى ضمان عدم تطوير سلاح طهران لسلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام.
في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. إقليم القاشبركة يحتفل باليوم العالمي للمرأة. تكريم الطلاب المتفوقين بجائزة عين دوماسو في الإقليم الجنوبي. سكان منطقة صناف يقومون بصيانة طريق ترابي. مقتل 27 جنديا في هجوم على موقع عسكري وسط مالي. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد في 9 تجربة صاروخية. جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، كنت معكم فيها حنان عمر جيلاني.